السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا حبايبي طلبة الصف الثاني الإعدادي. طبعا يا حبايبي احنا دلوقتي هنحل امتحان شهر أكتوبر، امتحان شهر أكتوبر اللي انتم امتحنتوه. هنحل امتحان الهندسة. تمام. هو دي طبعا دي اللي موجود قدامكم شكل الامتحان اللي انتم امتحنتوه. ولكن طبعا احنا هنحل مسألة كده في شرائح. هنقسم الامتحان اللي موجود قدامك عشان طبعا تفهموا كده ايه واحدة واحدة. الهدف طبعا من الفيديو يا حبيبي انك تعرف الحل اللي انت حليته صح ولا غلط. ولو كنت حليت مسألة غلط لم يوفقك الله سبحانه وتعالى فيها، يعني تعرف الإجابة الصحيحة ايه، بحيث لو جات لك في امتحان بعد كده تكون كده انت عرفت الإجابة الصحيحة. تمام. هنبدأ في أول سؤال. طبعا زي ما انت عارف ان أول سؤال كان عبارة عن اختيارات، السؤال الثاني أكمل، السؤال الثالث عبارة عن مسألتين. السؤال الأولاني عبارة عن اختر، واختر هنا قدامك 3 أسئلة. تمام. أول سؤال في اختر: زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متتامتان ولا متطابقتان ولا متكاملتان ولا مختلفتان؟ تمام. عايز عندي هنا أول سؤال في اختيارات بيقول لك زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متتامتان ولا متطابقتان ولا متكاملتان ولا مختلفتان. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون طبعا إيه؟ متطابقتان. تمام كده. زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان. تمام. السؤال الثاني طبعا: نقطة تلاقي متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة نقط من جهة الرأس. أنا راسم لك مثلث زي ما أنت شايف كده، في عندك متوسطات زي ما أنت شايف. تمام. عندك هنا نقطة تلاقي المتوسطات تمثل بنسبة من جهة الرأس زي ما أنت شايف 2:1، يعني من جهة القاعدة زي ما أنت شايف كده م د 1 ألف م 2. تمام. وبالتالي عندك زي ما أنت شايف كده قدامك إيه؟ إن تلاقي متوسطات المثلث تقسم بنسبة من جهة الرأس 2:1، أما من جهة القاعدة 1:2، على أساس إن ب ج دي قاعدة. تمام كده. يبقى نقطة تلاقي المتوسطات المثلث تقسم كل متوسط بنسبة كام؟ بنسبة 2:1 من جهة الإيه؟ الرأس، 1:2 من جهة الإيه؟ القاعدة، زي ما أنت شايف كده قدامك. تمام. يبقى معنى إيه؟ لو م د 2 يبقى ألف م 4، لو م د 3 يبقى ألف م 6. تمام. لو ألف م 5 يبقى م د 2.5. تمام. طيب السؤال بيقول ايه بقى؟ نقطة تلاقي متوسطات المثلث تقسم كل متوسط بنسبة نقط من جهة الرأس. يبقى بنسبة ايه؟ من جهة الرأس، قال لك من جهة الرأس يبقى 2:1، 2:1 أو 2:1. تمام؟ 2:1 أو 2:1 طبعا ايه؟ زي ما شايف كده قدامك ايه؟ 2:1. تمام كده؟ 2:1. لو كان قال لك من جهة القاعدة معايا كده يبقى 1:2 أو 1/2. لو كان قال لك من جهة القاعدة على أساس إن ب ج قاعدة يبقى 1/2 أو 1:2. تمام. رقم 3: إذا كان أ د متوسط في المثلث أ ب ج. طبعا قدامك أ د متوسط في المثلث الموجود قدامك. تمام. م نقطة تقاطع هذه المتوسطات، فإن أ د يساوي نقط د م. طبعا الحل هنا مكتوب قدامك 3. تمام. بس برضه عايزين نعرف ايه جت ازاي 3. دلوقتي قدامك نقطة تقاطع متوسطات في المثلث اللي موجود قدامك اللي هي نقطة م. تمام كده. وعندك أ د، أ د هو المتوسط، وب ج طبعا قاعدة، يعني أ د متوسط. تمام. وده الميم، يعني ده الميم كام لوحدها؟ ده الميم 1. تمام. وعندك أ م كام لوحدها؟ أ م 2. بجمع لي بقى الاثنين والواحد يبقوا كام؟ يبقوا 3. أصبح أ د لوحدها 3. نمشي كده واحدة واحدة، بس خليك إيه معايا كده واحدة واحدة. دلوقتي احنا قلنا إيه؟ إن أ م 2. تمام. وم د 1.
تمام. اصبح الف د كلها بنجمع الاثنين والواحد كده بقوا كام؟ بقوا 3. يعني اذا الف د لوحدها كام؟ 3. تمام. وميم د، ميم د واحد. تمام. اصبح 3 على واحد او 3 الى واحد. وطبعا 3 على واحد هي بتساوي كام؟ 3. اصبح الحل كده ايه؟ 3. تمام. سهله جدا جدا. بقول لك تاني يا حبيبي، لقيت نفسك برضو مش فاهمها قوي، ارجع بالفيديو تاني عشان تفهمها اكتر. نخش على السؤال اللي بعده. طبعا حل 3 زي ما انت شايفهم، كتبت لك الحل 3. السؤال اللي بعده، اكمل ما ياتي. متوسطات المثلث تتقاطع جميعا في نقط، في نقطة واحدة. زي ما طبعا شفت قدامك دلوقتي ان الثلاث متوسطات تقاطعوا جميعا في نقطة ايه؟ نقطة واحدة. طول متوسط المثلث القائم الزاوية الخارج من رأس القائمة يساوي نص طول الايه؟ الوتر. تمام. يعني مثلا طبعا دي مسألة مختلفة او رسمة مختلفة، نفترض يعني طول متوسط المثلث القائم الزاوية، عند مثلث قائم الزاوية وفي متوسط خرج من زاوية ب أو خرج من الزاوية القائمة اللي هي ب. تمام. ركز كده معايا، في متوسط خرج من رأس القائمة اللي هي ب. فطبعا طبعا شاف قدامك المؤشر، يعني في متوسط خرج من ب. تمام. المتوسط دوت قال لك ايه؟ بيساوي نص طول الوتر اللي هو ألف ج وتر 1. ألف ج وتر، يعني مثلا لو ألف ج مثلا 8 يبقى كده ايه؟ ب د هيبقى 4. ألف ج مثلا هيكون 10 يبقى ب د هيساوي ايه؟ 5. أو العكس، ب د يساوي 2 يبقى ألف ج هيساوي 4 وهكذا. تمام. يبقى طول متوسط المثلث القائم الزاوية الخارج من رأس القائمة يساوي نص طول الوتر. تمام. رقم 3، في المثلث اللي موجود قدامك بقى أ ب ج قائم الزاوية في ب زي ما أنت شايف. قياس زاوية أ يساوي 60، أ ب يساوي 2 سنتيمتر. هو عايز طول إيه؟ طول أ ج. تمام. طبعا خد بالك هنا، دي بنسميه إيه؟ المثلث الثلاثيني الستيني. يعني زاوية أ 60 يبقى زاوية ج هيساوي 30 درجة. تمام. فطالما زود ج 30 درجه، الضلع المقابل لها اللي هو ا ب هيساوي نص طول الوتر. يعني المثلث اللي موجود قدامك ده اسمه مثلث ايه؟ الثلاثيني الستيني. ادي زاويه، بس المثلث القائم الزاويه، بتكلم يا جماعه على المثلث القائم الزاويه. زاويه ب كام؟ 90 درجه، وزاويه ا 60. يبقى طبعا ايه؟ لما اقول 180 ناقص 60 زائد 90 هديك طبعا هنا ايه؟ 30. اصبح ا ج ب يساوي 30 درجه. دي بنسميه المثلث الثلاثيني الستيني. بيقول لك ايه بقى؟ ان الضلع المقابل للمثلث او لزاويه 30 في المثلث القائم الزاويه بيساوي نص طول الايه؟ الوتر. يعني ا ب يساوي 2 سم، معنى كده ان ا ج برضه هيساوي 4 سنتيمتر. تمام كده؟ لان ا ب كده هيساوي نص طول الايه؟ الوتر. تمام. اذا ا ج يساوي 4 سنتيمتر. تمام. ومع حبيبي السؤال الاخير، بيقول لي هنا في الشكل المقابل اللي موجود قدامك أ ب ج قائم الزاوية في ب. تمام كده؟ أ ج يساوي 12 سنتيمتر. يعني أ ب ج مثلث قائم الزاوية، طبعا في ب زي ما أنت شايف علامة القائمة. أ ج هيساوي 12 سنتيمتر. م نقطة تقاطع المتوسطات، أدي م نقطة تقاطع المتوسطات. تمام؟ أ ه هيساوي 9 سنتيمتر. أنا عايز أركز معاك كويس في الحتة دي بالذات. أ ه هيساوي 9 سنتيمتر. تمام؟ هو عايز إيه بقى؟ عايز محيط المثلث أ م د. أ م د. عايز المحيط، يعني عايز اجيب ايه؟ طول أ د وطول أ م وطول م د، وكده بعد كده اجمعهم، بعد كده اجيب المحيط. تمام. المطلوب دلوقتي اجيب محيط المثلث أ م د. يعني عايز طول أ د وطول أ م وطول م د، واجمع الثلاث اضلاع، بكده اكون جبت الايه؟ جبت المحيط. تمام. طبعا عندك المثلث زي ما انت شايف مكتوب قدامك أ ب ج مثلث قائم الزاويه في ب. تمام كده؟ الاحظ ان أ ج دي هيساوي كام؟ هيساوي 12 سنتيمتر. تمام. وطبعا أ د هنا، د هنا خد بالك ده منتصف أ ج. تمام كده؟ يعني عندك هنا د منتصف أ ج، وعشان د منتصف أ ج معنى كده ان أ د يساوي د ج، وبالتالي كده أ د يساوي 6 سنتيمتر. تمام. كده جبنا ايه؟ اول ضلع، عشان كده عملت قدامك ايه؟ رقم 1. تمام. خد بالك يا حبيبي، احنا بنحل مسألة طبعا في الترم الأول، يعني طبعا البرهان مهم جدا وكل حاجة بما أن وإذا،
ولكن انت مطالب اكتر بالبرهان في الترم الثاني، لان انت عندك درس مخصوص في الترم الثاني اسمه البرهان الاستدلالي او البرهان يعني. تمام. احنا بنحل المساله عادي خالص كده اهوت، يعني ايه مش لازم نقول ايه بما ان واذا، لان احنا برضو غير مطالبين في الترم الاول، بتكلم يا جماعه الترم الاول بالبرهان يعني. تمام. فاصبح بقول تاني ان ا ج هيساوي 12 سنتيمتر، ده المنتصف ا ج. تمام. اذا ا د يساوي ايه؟ د ج. فطبعا اذا ا د هيساوي كده 6 سنتيمتر، على اساس ان هي نص ا ج، يعني ا د نص ا ج. تمام كده، كده جبنا الضلع الايه الاولاني. بعد كده طبعا بما ان طبعا ا ه ديك يساوي كام؟ 9 سنتيمتر موجوده في المعطيات. تمام. معنى كده ايه؟ ميم ه بقى، بص بقى لكن ميم ه هجيب ميم ه لوحدها بقى، يعني ا ه 9، يبقى عشان اجيب ميم ه هقسم 9 على 3. طب ليه 3 برضو؟ لان قلنا قبل كده تقسم بنسبه ايه؟ 1 الى 2 من جهه القاعده، و2 الى 1 من جهه الايه؟ الراس. المفروض هنا يعني لو نسبه ا م 2 م ه 1. تمام كده 3. تمام. وبالتالي اقول طول ا ه كلها 9 سم، وبالتالي اقسم التسعه على كام؟ على 3 هيساوي 3. اصبح طول م ه لوحدها هيساوي كام؟ 3. ابقى انا عايز اكملها 9 بقى، اللي هو طول ا ه. اصبح هقول هنا ان ا م ديك هيساوي 9 هنقص منها التلاتة هيساوي كام؟ هيساوي 6. كده ناقص قدامي م د. انا كده عايز اجيب طول م د، على اساس عايز اجيب محيط المثلث ا م د. تمام. طبعا عندك ب د المتوسط. تمام. ومعروف طبعا ب د المتوسط يعتبر نص ا ج، يعني ا ج 12 سنتيمتر، وبالتالي ب د هيساوي 6 سنتيمتر. طبعا على اساس ان ده المنتصف ا ج، وعشان ده المنتصف ا ج اصبح ب د المتوسط، وبالتالي ب د المتوسط نص ا ج، يعني ب د قد ا ج. اقصد ان ب د نص ا ج، يعني ا ج قد ب د مرتين. ا ج 12 سنتيمتر، اصبح ب د هيساوي 6 سنتيمتر. ولكن انا عايز دلوقتي م د، مش عايز ب د. تمام. لو انت بصيت هنا طبعا زي ما قلت لك ان ب د كده ايه؟ متوسط. طبعا بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة، 2 إلى 1 من جهة الرأس. ب د هيساوي 6 سنتيمتر. هقسم الستة على التلاتة، على أساس إن تقسم بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس، 1 إلى 2 من جهة القاعدة، يعني 1 و2 كده يبقوا كام؟ 3. فطبعا هقسم الستة على التلاتة فيها كام؟ فيها الاتنين. تمام. وبالتالي زي ما انت شايف كده اجيب م د، م د لوحدها هقسم 6 على 3 يساوي 2 سنتيمتر، وطبعا شرحتها لك. كده انا جبت كده الثلاث اطوال، جبت ا د 6 سنتيمتر، وجبت ب د 6 سنتيمتر، وجبت م د هيساوي 2 سنتيمتر. زي ما انت شايف كده قدامك المحيط المثلث ا م د هيساوي 6 زائد 6 زائد 2. تمام كده، طبعا هيساوي 14 سنتيمتر. تمام. اصبح محيط المثلث ا م د هيساوي 14 سنتيمتر. نخش بعد كده عند اخر مساله. بيقول لي د منتصف ا ب، وطبعا هي منتصف ا ج. تمام. د م، د م هيساوي 3 سنتيمتر، م ب هيساوي 4 سنتيمتر. اكمل، عايز طول م ج، عايز طول م ج، ادي م ج. تمام كده، عايزين طول م ج، ادي م ج يا جماعه، ادي م ج. تمام. كانك فاكر قلت في المثال اللي فات ان نقطه تقاطع متوسط المثلث تقسم بنسبه 1 الى 2 من جهه القاعده، 2 الى 1 من جهه الراس. القاعده اعتبر ا ب دي قاعده. تمام. ا ب قاعده. م د 3 سنتيمتر، طبعا م ج قد م د مرتين. تمام. وبالتالي م ج هنا هيساوي 6 سنتيمتر، فاصبح م ج هيساوي 6 سنتيمتر زي ما انت شايف. تمام. نيجي عندي بعد كده عندي ب ه،
ادي ب ه. تمام، ب ه. لاحظ ان ب م هيساوي 4 سنتيمتر. تمام. احنا قلنا قبل كده أن نقطة تقاطع متوسطة المثلث تقسم بنسبة 1:2 من جهة القاعدة، 2:1 من جهة الرأس، 2:1 من جهة الرأس. يعني معنى كده إن ب م قد م ه مرتين. يعني ب م هيساوي 4 سنتيمتر، إذا م ه هيساوي كام؟ 2 سنتيمتر. تمام؟ قلنا تقسم بنسبة تقاطع متوسطات المثلث تقسم بنسبة 2:1 من جهة الإيه؟ الرأس، 1:2 من جهة القاعدة. تمام؟ 2:1 من جهة الرأس. يعني معنى كده الأربعة من جهة الرأس ب م أصبح نص الأربعة هيبقى 2 اللي هي م ه. تمام؟ يبقى كده م ه هيساوي 2 سنتيمتر. وكده حبيبي نكون حلينا امتحان شهر أكتوبر. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.